اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض جرس حلوة جميلة تحفة بكل الحشوات اللي تحبوها او سادة زي ما تحبوا. تنفع للسحور في ايام صيام القمرية وليلة النص من شعبان. كل عام وانتم طيبين وربنا يعودها علينا وعليكم بخير يا رب. بدأنا اهو. عملت ايه؟ جبت قطعة زبدة وشوية زيت وحطيتهم على البوتاجاز يفكوا، وهنا قطعة خميرة حوالي 20 جرام او اكتر شوية، وشوية لبن، ودوبت الخميرة مع السكر مع الملح مع اللبن، ونزلت عليهم بحوالي كوباية ونص زبدة مع زيت الاتنين مع بعض. هنا ما كانش قطعة الزبدة فكت، بقيت ايه افككها بايدي. وهنا حوالي كيلو وربع دقيق، علشان خاطر ايه انا وزنته بالعلبة دي وحللته. اهم حاجة نحلله. ماشي يا حبايبي، وزنته بالعلبة دي طلع ايه كيلو ونص. قولوا العلبة تجعلها يعني حوالي كيلو وربع دقيق يعني. حطيت لهم كوباية ونص سمن على زيت وشوية لبن ومكعب الخميرة والملح والسكر من كل حاجة ربع معلقة. بس كده نبدأ نعجنهم عجنة كويس اهو. وهنعمل الجرس دي تكون محشية حلوة خالص وهتعجبكم ان شاء الله يعني. اهم حاجة ان احنا نلف العجين شوية ونغرزه شوية، ما نخليش العجينة طرية قوي ولا ناشفة قوي، ان الشتا دلوقتي لو نشفنا العجينة هتنشف زيادة عن اللزوم من الجو. فاحنا نخليها ايه كده بتلزق في ايدينا شوية. يا رب. ما خدتش وقت مع ان الدنيا ساقعة جدا الايام دي، الجو برد بقول لكوش. وبرضه ما خدتش وقت في الخمر. خلاص كده بدأت ان انا ايه خلصتها من ايدي وخلعت من الحلة اهو. وبقت زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. هبدأ انزل عليها بباقي كمية السمنة على زيت وهغرس فيها شوية. وبعد كده اسيبها ايه لما تختمر براحتها اهو. عمالة املك فيها لحد ما تتشرب السمن اللي احنا حطيناه. طبعا في اوقات يعني ايه بنبقى محتارين في السحور نتسحر ايه النهارده. اتسحرنا فول، اتسحرنا بيض، بطاطس مقليه، نيجي في يوم تاني عايزين نغير الكلام ده. فالجرس دي حلوه في السحور. ولو في الايام العاديه يعني ما فيش صيام بتبقى حلوه في الفطار كمان الصبح مع كوبايه شاي، كوبايه قهوه زي ما تحبوا. هي خلاص اتعجنت اهو. هغطي عليها بصينيه وبفوطه، وكده مش هيكون كفايه. هحطها تاني واحط عليها غطا كمان تاني. المهم ان احنا ندفي العجينة علشان يختمر. هنا جبت شوية لبن كمان اهو، علشان خاطر انا عايزة اكل جرس تكون محشية بحاجة كده فيها قهوة، فيها كاكاو، فيها نسكافيه، يعني الحاجات الحلوة دي. فانا هنا ايه نزلت بحوالي معلقة صغيرة قهوة مع اللبن مع معلقتين كبار من النشا. وكان في مكعب شوكولاتة حطيته كمان اهو. وهحط واحد تاني كمان. كانوا محطوطين ايه حوالي معلقتين سكر كمان في الدرج بتاع التربو. فانا بفتح صدفة لقيت مكعبين إيه، وحدتين شوكولاتة، قلت لهم تعالوا جي وقتكم. بس كده زي البودنج يعني فاهمني. او مثلا ايه مهلبية بالنسكافيه والشوكولاتة او الكاكاو. خلاص كده سبتهم قلبتهم شوية وسبت لما النشا استوى وخلاص رفعتهم بعيد. وهنا جبت ايه قطعة عجوة، نزلت عليها بسمسم وجوز هند وحوالي حاجة بسيطة كده معلقة سمن. وهبدأ ايه ان انا اخلطهم كويس. طبعا مصبنين ايدينا كويس قبل العجين، فهنستعمل ايدينا في الوقت ده. المعلقة مش هتنفع، كانت ايه جامدة شوية معايا. فانا نزلت عليها بايدي، دوبت ايه العجين العجوة مع جوز الهند مع السمسم. وبعد كده عملتها كور بالشكل ده. مش محتاجة ان انا اسيحها على النار ولا حاجة، هي بس لما كانت في التلاجة شوية فكانت مجمدة، لكن لما طلعتها من التلاجة وبدأت ان انا اشغلها بايدي كده بقت جميلة وحلوة. خلاص عملتهم كور اهو. والعجين هنا كان اختمر ما شاء الله عليه. وهبدأ ان انا ايه هدهن الصينية دي حوالي معلقة زيت وهكور العجين عليها اهو. القطع اللي تحبوها، حابين القرصة كبيرة هنكبر قطعة العجينة، حابينها حجم متوسط هنصغر قطعة العجينة. انا عملتها حوالي يعني ايه 30 جرام 40 جرام بالشكل ده. يا رب.
باقطّعهم كلّهم أملى الصينية واسيبهم ليه، عشان وأنا بافرُط العجينة أشكّلها تتفرط معايا بسهولة. هنعمل الأول اللي هم إيه بالعجوة، كل قطعة عجينة هنحط فيها قطعة عجوة من اللي إحنا عملناها، وهنرصهم على الصينية. لمّا أعمل كذا واحدة أو أخلّص الصينية كلّها، هارجع عليهم بعد كده إيه، أفرُطهم بإيدي، يكونوا إن هم إيه، جفّوا شوية ويتفرطوا معايا بسهولة. وعلى فكرة الدقيق ده أنا حاطة عليه حوالي نص كيلو دقيق قمح، يعني دقيق قمح مع دقيق فينو. لو ما فيش دقيق قمح عادي، ما فيش مشاكل، هيبقى الدقيق الفينو وحدي ولا أي مشكلة. خلاص أهو، عملت كل الصينية دي أو الصاجة دي بالعجوة، هنكمل الباقي وفرضتهم كمان أهو. ما خدوش وقت ولا مجهود ولا أي حاجة معايا. ومنها ان احنا ايه، ناكل الجرس دي عشان احنا اشتقنا عليها يعني قبل ما نصوم شهر رمضان. ولو عملناها في رمضان هتبقى في السحور. عايزين تعملوا فتحات كده في الجرصة بالسكينة ماشي، مش حابين خلاص. هنا هنبدأ نكور بقية كمية العجين علشان خاطر نشوف ايه الحشوات التانية اللي احنا هنعملها. هنا جبت جبنة بقت، في جبنة بيضة وجبنة الرودس الصفرا، خدت من كل نوع قطعة وهبدأ ان انا اعمل ايه، الصينية دي بالجبنة. ولو مش حابين بالحشوات هتخلوها سادة، على حسب ما انتوا ايه عايزين. والحشوات دي تتحكموا فيها انتوا براحتكم. ممكن تحشوا ملبن، تحشوا اي حاجة بتحبوها. ممكن تحطوا على الجبنة دي زعتر، بقدونس، اي حاجة بتحبوها، معلقة زيت زيتون. انا كده حطيتها كده سادة، بتبقى جميلة وحلوة برضو، مش بتكون وحشة. ونفس الموضوع سبتهم شوية ورجعت ايه افرطهم. ولازم كمان بعد ما نخلص الجرس بتاعتنا ما ندخلهاش الفرن على طول، لا ما ينفعش. لازم ان احنا نخليها شوية حوالي نص ساعة، علشان خاطر تكون ايه، ان هي اختمرت تاني، علشان خاطر لما ندخلها الفرن تدينا لون حلو، وما تبقاش ايه، فيها حتت محمرة وحتت سودة كده من النار. لا ما ينفعش، نسيبها شوية تاني. ديت بقت عملتها ايه بالبودنج اهو اللي عملته. كان ايه طعمها جميل وتحفة، تحسوا كده بطعم الكاكاو، الشوكولاتة مع القهوة. كان طعمها صراحة خطير. ولو حابين القرفة كمان تحطوا. انا كنت عايزة احط مع العجوة قرفة بس نسيت. يلا مفيش مشاكل. هنا خلصتهم، شكلتهم كلهم اهم وخلصتهم وخليتهم بالشكل ده. وغطيت عليهم كمان الصينية الاخيرة دي بكيس، وبعد كده رميت عليهم كلهم فوطة. وبعد ما قعدوا نص ساعة رحت سويتهم في الفرن. ايه رأيكم بقى؟ بصوا، جميلة وتحفة وهشة وطعمها حلو، وريحة المخبوزات في البيت خطيرة. الصينية دي اللي هي ايه، بالشوكولاتة يعني، سايحة نايحة، بس كانت بص سخنة جدا، ما كنتش قادرة امسكها. وكان كله ده قبل المغرب. النهاردة طبعا أول يوم صيام القمرية، فكنت خلصت دولة كده قبل ما أجهز الفطار كمان. كان إيدي في الفطار وإيدي في إن أنا أسوي في الفرن. وهنا دي بالجبنة أهو، بصوا جميلة خالص. عايزاكم تجربوها عشان إن شاء الله إن شاء الله هتعجبكم. ودي كمان بالعجوة أهي ومستوية من الناحيتين، ما شاء الله عليها. بس كده، ايه رأيكم بقى؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.